يا اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا الاستشارات الطبيه مع دكتور منصور العزومي من شركه الدوليه فارما. المره اللي فاتت اتكلمنا على تصبغات البشره بانواعها، بس وقفنا عن حته العلاج. يا دكتور ممكن بقى تقول لنا ازاي نمشي على روتين او علاج يرضينا ويمنع بقى التصبغات اللي هي مضايقانا دي في حياتنا كلها؟ حلو. هو اهلا بيكي مقدما. اهلا. بالنسبه انا في العلاج، انا لما حد بيدخل لي بصراحه انا بحب اخد كل كيس او كل حاله بتعامل معاها على حده. طب احنا هنقول العلاج بتاع الانواع اللي موجوده، بس حضرتك لما تخشي لي انا خلاص همشي معاكي بروتين يناسب حالتك بالظبط. من المنتجات الموجوده، او هي كان عندها برودكت موجوده في البيت وعايزه توظفها بطريقه صح او تحط روتين صح، انا بمشي معاها في ده. طيب ايه بقى العلاج للانواع اللي احنا قلناها؟ قلنا ان احنا عندنا نوع مؤقت والنوع اللي هو فيه عامل محفز من جوه، وقلنا فيه نوع اللي هو شبه الوشم، صح؟ ده اللي هو اصعبهم بالظبط. النوع المؤقت ده احنا نقدر نتعامل معاه عادي كلنا باي منتج، يعني نتعامل معاه بكريم في مثلا مقشرات، حاجه فيها جلايكوليك اسيد، ساليسيليك اسيد، حاجه بتقشر البشره وتشيل طبقه الجلد اللي هي فوق اللي هي اوريدي متعرضه للتصبغ، لان التصبغ ده مؤقت جاست بس على طبقه الابيديرمس اللي بره، فاهماني؟ طيب النوع الثاني هنا، يعني انا النوع الاولاني معاه جلايكوليك وساليسيليك مكشرات، ممكن كريمات، ممكن جل شبه اللي هو الكليرا كالم عندنا، ممكن بتمشي معاه بغسول وساعتها بترطبي بقى، فالجلسات بتديكي نضاره شبه كده تقشير كيميائي على البارد، جلسات خفيفه في البيت فبيمشي معاكي. طيب النوع الثاني والثالث هنا بقى ساعتها احنا بيروح بقى ليزر وتقشير بقى بالاقوى. ايوه، بيبقى في عيادات وفي طبعا اماكن في دكاتره بيعالجوا بالدم بينهم ميزوثيرابي، يعني كل الكلام ده طبعا مش في البيت، فاحنا ما نقدرش نتكلم عن العلاجات ده، الحاجات البسيطه بس احنا نقدر نعملها. بالظبط كده. فانا اهم حاجه عندي موضوع الروتين. طيب بما ان بقى ان احنا كل المنتجات متوفره عندنا في الشركه، في شركه الدوليه فارما، منتجات التقشير ومنتجات الاهتمام بالبشره كلها، المفروض ان احنا نبدا ازاي الروتين بتاعنا؟ حلو. بصي، هو انا يعني اي حد لما بيجي لي بتجيب لي مثلا البرودكت بتبقى شاريه البوكس او شاريه البرودكت اللي هم الثلاثه دول بالذات، دول اكتر ثلاثه يعني هي بتحبهم او بتاخد معاهم من حاجات، بس انا بحب بصراحه اوظف كله مع بعضه المكملات بالظبط. يعني انت لو عندك نسبه تصبغ، احنا معانا ده يعني الكليرا كالم جل ده بيعمل اصلا تقشير على البارد، بتشيل طبقه الجلد اللي بره، بلس ان انا بعمل تنظيم لافراز السيبم او الزيوت بتاعت البشره نفسها، وفي نسبه احماض، يعني نسبه الاحماض اللي هتخفيها ما تحرقش، والجلسه بتاعتك انا بحددها لك على حسب نوع البشره، انا مش هقول هنا الجلسه مدتها قد ايه، مش هقول، على حسب اللي جاياني ونسبه الحساسيه بتاعتها. تاني حاجه الغسول، يعني نسبه حتى المقشرات في الغسول مش بتحسس البشره، فاهمين؟ وفي مقشرات يعني انا في برضو ترطيب، مع الترطيب انا بعد ما عملت التقشير وغسلت بشرتي كويس، اهم حاجه بقى بالنسبه للروتين بتاعي انا بقشر، بعمل اي حاجه ما قشرتش لازم وانا طالعه الشمس، حتى لو استعملت كريم تفتيح عادي بالليل تطلعي الصبح تحطي الصن بلوك بتاعك. الصن بلوك اهم حاجه، يعني الصن بلوك وخصوصا بتاع الدوليه ما شاء الله، يعني في 3 يو في فلترز ايجنج، يعني بيمنع الاشعه اللي هي بتاعت ايوه، بيمنع الاشعه اللي هي مسؤوله عن موضوع الايجنج او التجاعيد والتصبغ، عشان التصبغ برضه نفس الحكايه، بلس ان هو مش بس يعني اشعه بس، ولا لا بيغذيها، وفي كولاجين بيملى الفايلاينز الموجوده، زائد ان في فيتامينز، وفي كمان نسب لمكونات طبيعيه للتفتيح. فانا يعني انا بصراحه مغرمه بالغسول، تفتيح وتغذيه وترطيب بالظبط. يعني اهم حاجه احنا في الروتين بتاعنا ان احنا يكون في عندنا غسول مناسب، ايا بقى ايه حاجه البرودكت اللي احنا هنستعمله، اي برودكت اللي احنا هنستعمله، مقشر، اي كريم، في برضه لازم مقشر كريم تفتيح شبه البريفير عندنا، يعني بالنسبه للبريفير او اي كريم تفتيح عموما هو دوره بيلعب على نسبه التصبغ الموجوده، هو مش بيقشر ولا بيشيل حاجه، هو بيلعب على نسبه التصبغ بتاعت خلايا الميلانين كعلاج مثلا اقدر انا اشتغل عليه في البيت. بالظبط. واهم حاجه ما ننساش التونر، زي ما احنا بنقول دايما على الخاص بعد الغسول بيكون في تونر مناسب، ويا ريت بقى لو في سيرم فيه هيالورونيك يحافظ لي على وجود الميه والترطيب. كده انا قفلت روتين كده كل حاجه البشره محتاجه، ومنعت اكسده ومنعت التصبغات ومنعت كل المشاكل اللي بتحصل، مالناش حجه بقى بعد بالظبط. احنا اللي موصلين بالظبط كده. طيب كده قبل ما نيجي حلقتنا بحب اكد ان كل المنتجات ان شاء الله اللي احنا نحتاجها علشان نعالج التصبغات موجوده في شركه الدوليه فارما، وهنا نكون خلاص خلصنا الحلقه بتاعتنا مع دكتوره منصوره العزومي، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده.